ما تشتريش مع أي مطور بيقدم لك تسهيلات وقت الشراء أو تنازلات في العقد بتاعه، لأن كل ده هيطلع عليك وقت التسليم. المطور القوي دايما واثق في المنتج بتاعه، مش محتاج انه يعمل لك اي تنازلات او يغير لك في العقد عشان تيجي تشتري عنده. هو كده كده عارف ان المنتج بتاعه والعقار بتاعه بايع نفسه من غير حاجه. عمرك سمعت ان طلعت مصطفى او نجيب ساويرس عاملين ايجار الزامي في المشاريع بتاعتهم، او ان بالم هيلز وسودك عاملين عوائد على المقدم للوحدات اللي بيبيعوها، او حتى ان تطوير مصر ومراكز بيغيروا في بنود العقد عشان محامي العميل مش عاجباه البنود دي، او ان ماونتن فيو بتعدل في البيمنت بلان بتاعتها عشان تناسب العميل؟ اكيد لا. المطورين دول مطورين كبار وبيقدموا منتج كويس وواثقين ان كده كده المنتج بتاعهم هيتباع. اللي بيعمل الحاجات دي دايما هتلاقيه مطور مش واثق في المنتج بتاعه او في العقار اللي بيقدمه، وبالتالي هتلاقيه بيقدم لك تنازلات وبيغير في بنود العقد، بيقدم لك عروض خياليه وهي في الاساس عروض وهميه عشان يقدر يستفيد انك تشتري منه. وهو نفس المطور اللي هيتاخر عليك، لان الفلوس اللي خدها منك في المقدمات القليله او الاسعار والعروض الخياليه اللي كان عاملها ما قدرتش تكفير له اقساط الارض، او ان القسط القليل اللي كان حاطه عشان يناسب العميل ما قدرش يكفير له مواد الانشاءات والتضخم اللي موجود دلوقتي في السوق. فما تفرحش بالاكسبشن او العروض الخياليه اللي بتاخدها دلوقتي وبتستفيد بيها وقت الشراء، لان كل ده هيطلع عليك وقت التسليم. هحكي لك حدوته بسيطه هتفهمك الموضوع. مره اتنين واحد كان عايز من التاني فلوس. الاولاني اللي هيدي الفلوس قال للتاني اللي عايز الفلوس تعالى بوس ايدي عشان اديك الفلوس ده. التاني قال له انت ازاي تطلب مني حاجه زي كده؟ قال له عشان انا يوم ما اجي اخد الفلوس دي منك هبوس رجلك عشان ترجعها لي. حافظ على قيمه فلوسك واستثمرها صح في المكان المظبوط. انا احمد عماد ودي حدوته عقاريه.